أهلا بكم في الحلقة الأخيرة من مسلسل حكاية نرجس، الحلقة التي تكشف النهاية الصادمة لقصة حيرت الناس لسنوات طويلة، وهي في الأصل مستوحاة من واقعة حقيقية حدثت بالفعل في مصر. في هذه الحلقة سنرى كيف بدأت الحكاية برغبة في الأمومة، وكيف انتهت بسر دفن مع صاحبته إلى الأبد. تبدأ القصة عندما تدرك نرجس أنها لا تستطيع الإنجاب، وهو الأمر الذي كان يسبب لها ضغطا نفسيا كبيرا بسبب كلام الناس ونظرات المحيطين بها. ومع مرور الوقت قررت أن تخدع الجميع، فادعت أنها حامل. بدأت تضع القطن والقماش حول بطنها حتى يبدو الأمر حقيقيا، ومع كل شهر كانت تزيد حجم البطن لتقنع من حولها بأن الحمل يتقدم بشكل طبيعي. وعندما اقترب موعد ما زعمت أنه موعد الولادة، قررت تنفيذ خطتها. كانت تذهب إلى المستشفيات الحكومية أو الأسواق والأماكن التي تتواجد فيها الأمهات حديثات الولادة، وتختار ضحيتها بعناية. وفي أول مرة نجحت في خطف طفل رضيع، ثم عادت إلى منزلها، وبعدها أعلن زوجها أمام الجميع أن نرجس وضعت مولودا جديدا. كبر الطفل داخل المنزل، وأصدر له شهادة ميلاد باسم نرجس وزوجها، وأصبح أمام الناس ابنهما الحقيقي. لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فقد أعجبت نرجس بالخطة ونجاحها، فكررتها مرة ثانية وخطفت طفلا آخر، ثم كررت الأمر للمرة الثالثة، وهكذا أصبح لديها 3 أطفال يعيشون معها وكأنهم أبناؤها. ومع مرور الوقت بدأت الشكوك تنتشر بين بعض الناس، خاصة بعد انتقال نرجس وزوجها من الإسكندرية إلى مدينة العريش، وهناك استمرت في طريقها المظلم حتى وصلت بها الجرأة إلى خطف أطفال وبيع بعضهم مقابل المال. وكان زوجها على علم بكل ما يحدث، بل وكان يساعدها في تنفيذ الخطة وتسجيل الأطفال باسمه. لكن كما يقال، الحقيقة لا تبقى مخفية إلى الأبد، فقد انكشف الأمر بالصدفة، وبدأت التحقيقات التي كشفت تفاصيل الجريمة. ألقت الشرطة القبض على نرجس وزوجها، وصدر حكم بالسجن 7 سنوات عليها، و5 سنوات على زوجها بتهمة خطف الأطفال وتزوير الأوراق الرسمية. بعد انتشار القضية بدأت عائلات بعض الأطفال في الظهور والتعرف على أبنائها، وبالفعل عاد 2 من الأطفال إلى أسرهم الحقيقية بعد سنوات طويلة من الغياب. أما الطفل الأكبر فكانت قصته أكثر غموضاً وتعقيداً. ذلك الطفل عاش مع أسرة ظن أنها عائلته الحقيقية لمدة طويلة، حتى بلغ سن 33 وتزوج وأنجب أطفالاً. لكن المفاجأة الصادمة حدثت عندما أجرى تحليل الحمض النووي ليكتشف أنه ليس ابن تلك الأسرة في الحقيقة. عندها عاد من جديد ليواجه نرجس ويسألها السؤال الذي لازمه طوال حياته: من هم أهلي الحقيقيون؟ لكنها ظلت ترفض الإجابة وتصر على الاحتفاظ بالسر، كأنها تخشى أن تكشف الحقيقة. وفي النهاية، وبعد سنوات من العزلة والوحدة، قررت نرجس إنهاء حياتها بنفسها، فألقت نفسها من نافذة منزلها، ومع موتها اختفى السر الذي كان يمكن أن يكشف هوية ذلك الطفل. وهكذا تنتهي قصة نرجس، قصة بدأت بخداع بسيط، ثم تحولت إلى سلسلة من الجرائم، وانتهت بمأساة وسر لم يكشف حتى اليوم. طفل ما زال يبحث عن عائلته الحقيقية، وقصة حقيقية ستظل واحدة من أغرب القصص التي عرفها المجتمع.